جنينها وهي تستغيث فالآيات غايات وتنادي أيوا محمدا أيوا زهراء أيوا فاطمة يقول سلمان المحمدي جئت إلى الإمام أمير المؤمنين وجدته على الأرض قلت سيدي هكذا يصنع بك قال يا سلمان انظر خلفي ستجد العجب قلت وما أكثر عجبا نظرت خلف الإمام وإذا بالزهراء على الأرض على وجهها أيوا السيدة أيوا فاطمة تقول أسماء في اليوم الذي توفيت فيه فاطمة قالت يا أسماء علي بالحسن والحسين قلت ما تريدين منهما قالت أريد أن أودعهما فيشماني وأشمهما ويقبلاني وأقبلهما قالت جئت بهما يا اعتنقتهما شمتهما شمت الوداع وقبلتهما قبلة الافتجاع أيوا سيدتا أيوا فاطمة قالت اذهبا إلى زيارة قبر جدكما رسول الله لأني لا أستطيع أن أذهب معكما تقول أسماء ذهبا رأيت الزهراء مشت إلى حجرتها يا والله ما كانت مشيتها تختلف عن مشية رسول الله ودموعها تجري على خديها قالت أسماء سوف أصلي ركعات وأقرأ شيئا من القرآن فإذا سمعت لي صوت وإلا فأنا منتقل إلى جوار ربي وملتحق بأبي رسول الله تقول أسماء دخلت إلى حجرتها صلت ركعات قرأت شيئا من القرآن حتى هدى صوتها جئت إلى الباب طرقت الباب ناديت سيدتي مولاتي فاطمة فلم تجب فاطمة دخلت عليها وجدتها ملقاة على فراشها دنوت منها حركتها وإذا بها فارقت الحياة أيوا سيدتي رحم الله من نادى وفاطمة أيوا سيدتا أيوا مظلومتا تقول بينما أنا كذلك وإذا بالباب تطرق تقول مسحت دموعي بكم جئت إلى الباب فتحت الباب وإذا بالحسنين أقبلا يبكيان سيدي ما أبكاكما لا أبكى لكم الله عينا قال أسماء ما أن وصلنا إلى قبر جدنا رسول الله سلمنا على جدنا وإذا بهاتف يقول قد أقبلا يتيمة فاطمة ابنة محمد أيها السيدة أيها إمامة قال أسماء كيف أصبحت أمنا الزهراء قلت سيدي نائمة متعبة أعددت لكما طعاما قال أسماء أما تعلمين بأننا لا يحلو لنا طعام إلا مع أمنا الزهراء لا يا ظلم يا محلى الولد لا ظلم ولا هنيالك يل عندك نغبطك ما نحسدك دير بالكم على امهاتكم.